إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين لا فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب. وقال لقناصته بالرومية: أرموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليها التنصر أن يكون نصرانيا، فأبى. فقال: أرموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه، فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين، فأمر بأحدهما أن يلقي فيها، فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدأ عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان أشد عباء لها من قبل. فلما يأس منه أمر به أن يلقي في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويلك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني إني قلت في نفسي: تلقي الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقي كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدوا من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمع له أسار المسلمين وأن يدفعوا له إليه، فدفعوه له. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدو بذلك. ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنهم وعنا أجمعين. قلت ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا زلنا نتواصل مع كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك الأعالي. وكان الكتاب لقيصر: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلاما على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حديث أبي سفيان. ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال: انظروا لنا من قومه أحد نسأله عنه. وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارته، فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب. ولما قدموا عليه في القدس قال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا، لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره. فقال قيصر: ادنوا مني. ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وقد
وقد جعلتكم خلفه كي لا تخجلوا من رد كلبه عليه إلى كلب. ثم سأله كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله؟ قال لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال فأشراف الناس يتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال هل يغدر إذا عاهد؟ قال لا. ونحن الآن منه في ذمة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان حربكم وحربه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، مرة لنا ومرة علينا. قال فيما يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهى عما كان يعبد آباؤنا، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وإيداء الأمانة. فقال الملك إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا. فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يؤم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أشراف الناس ويتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسول. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت بل يزيدون. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت نعم، وإن الحرب بينكم وبينه سجال، وكذلك الرسل تبتلي ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك بماذا يؤمر فزعمت أنه يؤمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وإيداء الأمانة. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، فعلمت أنه نبي وقد علمت أنه مبعوث، ولم أظن أنه فيكم. وإن كان ما كلمتني به حقا فسيملأ موضع قدمي هاتين، ولو أعلم إني أخلص إليه لتكلفت ذلك. قال أبو سفيان فعلت أصوات الذين عنده وكثر لقطهم فلا أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرينا. فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال بلغ أمر أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. ولما سار قيصر إلى حمص أذن لعظماء الروم في تذكرة له، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحوش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. فلما رأى قيصر نفرتهم قال ردوهم علي. فقال لهم إني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم، فسكتوا له ورضوا عنه، فغلبوا حب ملكه على الإسلام، فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه رد دحية ردا جميلا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين، واجعل هذا البلد آمنة مطمئنة. اللهم اطفئ نار الحرب في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث وأنت راضي عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض الله عن أصحاب نبيك أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.